السلام عليكم. النهارده هنعمل طريقة الكفتة، والله جربوها أحلى من مطاعم كتير، ومش هتندموا عليها لما تجربوها. طيب إحنا هنبدأ. قولي الطريقة. دلوقتي هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة وعليها قطعة صغيرة من الدهن. أنا بصراحة فرمتها وأنا بفرم اللحمة المفرومة مع قطعة صغيرة جدا. وهنبدأ نجيب رغيف وربع من العيش، هنقطعه ونحطه في شوية مية، وهنبدأ إن إحنا نسيبه يطرى كده شوية ونصفيه حلو أوي من المَيّة ونهرسه بإيدينا كويس، لغاية ما يبقى بالشكل ده مجفف جدًا من المَيّة، عشان ما تخلّيش الكفتة تفُك. هنحط العيش على اللحمة المفرومة، ودلوقتي بقى هاورّيكم بالنسبة للتوابل دي، مع حبة شطة حسب الرغبة، وهنحط بيكنج باودر حوالي بتاع نُص معلقة كده صغيرة، وربع معلقة من البهارات المشكّلة. وهنبدأ أورّيكم بقية مكونات التوابل. هنجيب بالضبط هنا نُص معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة من الكمون، تمام، معلقة صغيرة، وهنجيب الملح طبعًا حسب الرغبة، وعندنا هنا معلقة فلفل أسود، وهنجيب ماجي وهنفتفته، وهنخلّي مكعب ماجد مفتفت، تمام، وهنبدأ نجيب 3 حبات من البصل، بصراحة أنا مجهزاهم عشان وقت الفيديو. فهنبدأ ننزّلها في الكبة، وأنا فارمة شوية توم، بتاعة معلقة توم كده، تمام، هابدأ أفرم البصل. المهم يا جماعة إن إحنا بنفرم البصل هنا نتأكد إنه يكون ناعم جدًا، تمام، أنا ضربتها مرة أهي ووقّفت واديتها ضربة تانية عشان أتأكد من نعوميتها عشان ما تبانش في الكفتة. بُصّوا أنا هافتح دلوقتي وهابدأ أتأكد إن هي فعلًا اتفرمت كده كويس والّا لأ. هنا بقى باجيب طبق فيه شوية فلفل أسود عشان المَيّة اللي هاستخرجها من البصل هاضيفها عليها وهاقول لكم ليه بعدين. هنا دلوقتي حطينا التوم على اللحمة المفرومة. بُص أنا هانزّل البصل كلّه هنا دلوقتي وهافضل أصفّيه أعصره بإيدي لغاية ما أستخرج منه المَيّة كويس جدًا، وهاحطه بدون مَيّة فيه نهائي. بس برضك أنا مش هارمي المَيّة، أنا هاخدها على شوية الفلفل الأسود الموجودين، وهاقول لكم الحكمة من هنا إيه. دلوقتي هانزّل مَيّة البصل هنا على الفلفل الأسود، وهابدأ أنزّل تِفل البصل نفسه بقى على اللحمة المفرومة. هابدأ إضافة التوابل، هنقلّبها بقى حلو أوي وهنعجنها ببعضيها كويس جدًا، وبعد كده هنعمل الخطوة التانية. بُصّوا يا جماعة ابتدينا أهو إن أنا إيه، أهرسها حلو، تمام، بحيث إن أنا أعمل المكونات كلّها ببعضها.
طيب نفترض مثلًا أنا دلوقتي هاخدها أدّيها فرمة بسيطة كده في الكبة، بس نفترض حد ما عندوش كبة ما فيش مشكلة، أهم حاجة إن البصل يكون ناعم جدًا فيها، علشان ما يطلعش منها أو الكفتة تبقى فيها خشونة. والله إحنا ممكن ندخّلها الفرن، ممكن من غير أي حاجة، وممكن نقليها، وممكن كمان نعملها على يعني طرق كتير. بُص أنا هاجيب دلوقتي الكبة وهاورّيكم خطوة، خطوة. هاحط فيها اللحمة المفرومة بمكوناتها عشان أتأكد إن ما فيش أي حاجة خالص بصل خِشِن فيها أو أي حاجة، كلّه يبقى ناعم. بُصّوا يا جماعة دلوقتي إحنا كده فرمناها وبُص رمِت كمية يعني اقتصادية جدًا، بُصّوا قد إيه رمِت من النُص كيلو عملنا قد إيه، تمام؟ والله العظيم هتعجبكم جدًا وجرّبوها وشوفوا، شوفوها. أنا دلوقتي كمان لمّا هابدأ أصبّعها قدّامكم هاورّيكم الكمية فعلًا طلّعت لنا قد إيه من الكفتة، وبُصّوا سمكها عامل إزاي، سواء هنقليها أو هنشويها أو هندخّلها الفرن، سيام معانا في كل حاجة. دلوقتي يا جماعة هنبدأ نجيب أطباق وهابدأ أصبّعها وأحطها بعد كده في الفريزر، وطبعًا مش هيحصل لها حاجة، بالعكس دي هتبقى جميلة جدًا، في أي وقت تستخرجيها وتعمليها زي الفل، تمام. بُصّوا دلوقتي إحنا هنبدأ نعمل إيه، هاعوز إيدي من المَيّة ببصل وهاجي عند السيخ وهابدأ أنزّل المَيّة ببصل على السيخ، وأبدأ هنا أحط اللحمة المفرومة عليها، تمام، أصبّعها. والله بُصّوا بقى هنجيب مَيّة اللي هي بالبصل ديّة، وهنبدأ نعوز كده فوق الكفتة، بتخلّي الكفتة طعمها في حتّة تانية خالص، جميل جدًا. بُصّوا كده دلوقتي صبّعت لكم أول صباع أهو، تمام. بُصّوا هابدأ أنزّله قدّامكم، تمام. بُصّوا نازل متماسك ولا بيتفتفت ولا أي حاجة خالص. بُصّوا قرّبته لكم للكاميرا أهو، عشان تشوفوا بنفسكم، نازل جميل جدًا. بُصّوا يا جماعة دي الكمية اللي طلعت أهي، صدّقتوني إن هي فعلًا اقتصادية جدًا، وخدت لكم صباع حمّرته عشان تشوفوها في حالة التحمير كمان بتبقى شكلها إيه. وه بُصّوا شكل الصوابع عاملة إزاي. أنا كمان دلوقتي هافتح لكم الكفتة، بُصّوا juicy إزاي. الله. بُصّوا طالعة عاملة إزاي، والله يعني juicy جدًا وجميلة، جميلة، جميلة. جرّبوها مش هتندموا. بُصّوا يا ريت بقى يا جماعة كل اللي اتفرج عليها يعمل لي شير ولايك واشتراك للقناة، ويا ريت تعجبكم ويقولوا لي رأيكم. الكفتة طعمها خطير جدا جدا جدا، والله جربوها، جربوها وانتوا هتعرفوا. يا ريت